لو انا دلوقتي عندي ريفرنس قدامي ومن العناصر دي عايزه الونها، بس انا ما عنديش خلفيه انا هعمل ده ازاي، او ما فيش باليته معينه واضحه قدامي، او الفكره لسه ما استوتش، او وات ايفر ايه اللي هيطلع، هحقق ده ازاي؟ عن طريق اللي انا افتح بنترست، ابدا اشوف ريفرنسز تبدا تبني لي او تلمس معايا في الفكره، وابدا اتغذى بصريا من الحته بتاعت الالوان دي. انا دلوقتي لقيت ريفرنس، اطلع منه الالوان ازاي؟ هسال نفسي سؤال: المشهد او الكومبوزيشن او التكوين اللي انا عاملاه ده، واحد، انا عاملاه في انهي وقت؟ يعني هل انا عاملاه مثلا مشهد اوت دور، مشهد خارجي، صبح ولا عصر ولا بالليل؟ تاني حاجة، الانفايرومنت اللي انا رسماها هتكون في انهي بيئة؟ يعني هل انا مثلا في بيئة صحراوية ولا ساحلية ولا ثلجية مثلا او حاجة؟ انا هعرف اجاوب على ده ازاي؟ عارف اجاوب ليه وانا برسم الاوتلاين نفسه، ابقى حاطه لي ايه، حاطه لي سكريبت او حاطه لي كونسبت. انا قلت لا، ده انا هرسم مشهد بالليل. طيب بالليل ده هيبقى الاتموسفير فيه او الجو فيه عامل ازاي؟ هيكون عندنا لون غامق. طب اللون الغامق ده هيكون اسود، خدنا بالاي دروبر ده، هل ده اسود صريح، هل ده اسود قاتم، ولا هو نسبته 81% بلاك، هو اسود مكسور بتون تاني او بلون تاني، صح ولا لا؟ انا بجيب الالوان دي بناء على ايه؟ بناء على التونات. يعني انا باخد اغمق لون عندي في الريفرنس، زائد اخد اللون اللي افتح منه شويه وابدا احطه. طيب هل انا هفضل امشي على كل درجه كده بالتدريج في الريفرنس بتاعي؟ لا طبعا. انا ببدا اخد اول درجه او اغمق درجه موجوده، وابدا اخد افتح درجه موجوده اللي هي دي. يبقى انا كده خدت الاغمق وخدت الافتح، واخد درجه من التون. بس باليتة الالوان عندي، اختلاف التونز او اختلاف الدرجات دي ما هواش بالشوكة والسكينة، ما هواش بالمسطرة. يعني وارد ان انا ابقى اغمق درجة او افتح درجة على حسب ايه رؤيتي الفنية، صح ولا لا؟ ده كده مونوكروم. طيب تاني مشهد بدأ يدخل الوان تانية، يبقى معنى كده هو عمل لي هنا بالانس ما بين ايه وايه؟ عمل لي بالانس ما بين الكولد، الالوان الغامقه او البارده، وخلاها هي اللي موجوده في الغوامق عندي، وعمل لي بالانس ما بين الورم، الالوان الدافيه او السخنه. حاجه تالته، لما عاوزه ادخل درجه كمان بقى، لو انا مش مكتفيه بالدرجتين دول بس، طول ما هو نازل في ترانزيشن هنا. يعني ايه ترانزيشن؟ في انتقال ما بين الغامق البارد ده وما بين الفاتح السخن عندي، عن طريق ايه؟ ميد تون. شايفين الدرجه البنفسجي اللي موجوده دي؟ دي ميد تون ما بين الايه، ما بين السخن والبارد. لا اقدر اقول عليها بارد 100% ولا اقدر اقول عليها سخن 100%. طيب بناء على ده استنتج ايه؟ استنتج ان مناطق الغامق عندي يفضل تبقى الوان بارده، او الوان فيها نسبه الازرق عالي، او الوان فيها نسبه الداركنس او الغمقان قوي. والالوان الفاتحه عندي يستحسن ان أنا استخدم فيها الوان سخنه. يبقى ده اول حاجه بطبقها في استنتاج الريفرنس بتاعي، ايه السخن والبارد عندي، تقسيمه الالوان دي محطوطه ازاي. رقم 5، نفس الكونسبت، غامق متون فاتح، والدرجات اللي في النص دي قابله للايه، قابله للتغيير. طيب رقم 6، على الرغم ان كل دول في نفس الاريا الزمنية، او كلهم فواتح وكلهم الصبح، ولكن في كونتراست ما بين 4 و5 و6 بشكل قوي جدا. في كونتراست ازاي؟ الغامق اللي انا استخدمته هنا غير الغامق اللي انا استخدمته هنا، صح ولا لا؟ بناء على ده، ان درجة التون بتاعة الغامق انا ممكن اتحكم في مدى التضاد اللوني ما بين الالوان في المشهد. اه طبعا اقدر اتحكم فيه، عن طريق ان انا استخدم نفس الباليتة بس بتونات مختلفة، بساتوريشن مختلف، بداركنس مختلف. يعني معنى كده ان القاعدة ثابتة، ولكن تطبيقها بيختلف على حسب الرؤية بتاعتي كفنان، او المشهد اللي قدامي اللي انا عايزة ارسمه، او باليتة اللون اللي في الريفرنس اللي قدامي. اه طبعا.